يا عزيزتي، أنت قلتي أنه الشعب الدرزي بعد هذه الظروف بدأ يتحد أكثر. إيش اللي صار عندكم؟ إحنا ويانا طالبة تتكلم من السويداء، هي من الدروز. شو احكي بالله؟ اي وياي. نعم أستاذ. بالبداية أول ما صارت الهجمات كل الناس توجهت للقرى البعيدة عن السويداء. اي فالناس بالقرى كلها فتحت بيوتها أستاذ، يعني بالبيت الواحد بتلاقي 3 4 عيال بالبيت الواحد، يعني ما حدا من حدا سكر بيت يعني بوجه حدا. وصارت الناس تحب بعضها أكثر. صارت الناس أستاذ إنه الصوت راح. اي وياك انا. اي استاذ. صارت الناس اللي يعني اللي عندها محلات تقول اللي ما معه مصاري يجي ياخذ بالمجان. استاذ الناس يعني بلشت المحبة بشكل غير طبيعي بين البشر. ما حدا استثقل بحدا، ما حدا حس الا انه كله هذا اهله وبده يحميه، بده بس ويعرفون انه هي يعني بس يساعده. دقيقة من فضلك، فاهمش ويعرفون هذه مؤامرة هي ضد شعب الدروز، يعرفوها جيدا الدروز يعني. تمام. هلا يا استاذ، لا مش الكل، يعني ما فينا نقول انه الكل بيعرف، بس اغلب الناس بلا بتقول لك انه هذا مخطط اسرائيلي منشان اسرائيل تفوت على سويدا بنظافه، انه بدهم ينظفوا المنطقه من الدواعش والبدو يفوتوا بنظافه. يعني اغلب الناس بتعرف هاي الفكره يعني. طيب الآن أنت تحكين وياي من السويداء، كيف الآن الوضع؟ يعني شلون الآن الشعب يعيش؟ شلون معنوياتكم، ظروفكم؟ هل هناك أيضا هجمات الآن تصير ولا كيف الوضعية؟ هلا في هجمات بس على الحدود يعني، والشباب كلها مرابطه هنيك، يعني ما حدا بعد ترك يعني بيروحوا بيناموا شوي بيرجعوا على الحدود. ويعني معنويات الشباب فل استاذ، يعني يعني كثير يعني رائعين الشباب، واشتغلوا شغل كثير حلو، وبضلوا يقولوا نحن ما بنعتدي على حدا، بس ما بنسمح لحدا كمان يعتدي علينا يعني. لا لا، ماكو، ما يعتدون شعب الدروز. لاحظي، شعب الدروز، وهي هاي مو مجاملة بشعب الدروز ولا دفاعا عن شعب الدروز. انتوا هسه استاذ 200 ابدا 300 سنة 400 سنة روحوا اقروا تاريخهم، هم شنو يعتدون؟ هاي مؤامرة. تمام. ابدا نعم، مؤامرة مرتبتها الدولة العميقة ومرتبيها إسرائيل. وهذا شوفي هذا الجولاني، هذا سعوديه. لا، هذا سفاح سوريا الجولاني. انتبهي. نعم هذا سفاح، هذا مجرم هذا. نعم، لأنه هذا جاي يرتكب مجازر. ها، الوجه ماله مسويه رئيس. المضحك هذا، المضحك هذا مسويه رئيس. انت ارجعي شوفي بس اريد احكي وياك مسألة انا ذكرتها. ارجعي وشوفي الامور على حقيقتها. هذا كان من الدواعش الاصليين، وكان مطلوب من الحكومة الامريكية اعتقد 10 مليون دولار. هو وابو بكر البغدادي هم وهؤلاء انتبه عزيزتنا، هؤلاء موساد. اغلب الدواعش اللي انت سامعه بيهم ابو بكر البغدادي، اسامه بن لادن قبلهم، الظواهري، وهذا السفاح الجديد الان، هؤلاء كلهم موساد من اسرائيل، مجندين نعم لتنفيذ اي خطه الملك المنتظر الفاشله. صحيح استاذ. شوفي، صح الحكي اكيد. ولازم تعرفين اكو شيء، هذا الاعلام اغلبه مضلل، خاصة الاعلام الشرقي. عندما اقرأ بعض العناوين مضحكة بشكل، وكلها لف وكلها مكر. يعني مثلا اخر القنوات عربية روح تأكدي شوفيها ايش كاتبين. أنا حكيتها وأريد أكررها وياك بوجودك. إيش كاتبين؟ شوفي المضحكة، إنه على أساس الأكراد رايحين مع البدو متحدين، والأكراد أيضا متوجهين باتجاه حتى يحاربوكم أنتم الدروز. شوفي الفيك. لا طبعا زين. الأكراد دائما ما لا. زين، ليش ما يجيبوا؟ لا، جيبوا بدو اليابان أيضا حطوهم بالإعلانات بتاعتكم، وجيبوا بدو إذا موجودة
موجودين بدو بالقمر ايضا، جيبوهم وحطوهم ضد الدروز. هم هيك، نعم هم هيك يعملوها، كلها فيك، كلها فيك. وترامب هيك قال اللي صار انه ضحك عليهم البدو، ضحك عليهم البدو اللي موجودين بيناتنا اللي كنا نحن وياهم ايد وحده. لك شو صار لهم؟ هن ضحك عليهم ضحكه كبيره كبيره كبيره، انلعب عليهم لعبه كبيره. يعني خسروا كل شيء، خسروا حياتهم، ارواحهم، شبابهم، رجالهم استاذ. يعني من ورا شو؟ انه يضحكوا عليهم، قالوا لهم انه هذا اسلام وما اسلام وكذا، ومن هاي القصص. ما كانوا عايشين بيناتنا، اغلب البدو بس يعني كانوا يحبوا بعضهم. في ناس عندنا كثير بتروح لعندهم وفي اصدقاء صداقات بيناتهم. شو صار؟ هاي دليل انه ضحكوا عليهم يا استاذ. لا، شو صار؟ أنا أقول لك إيش صار. أغلب هؤلاء البدو هم دواعش إرهابيين بصورة إعطاها العشيرة أو العشائر، على أساس العشائر اتحدت ضد الدروز. هو هذا، شوف، هذه مسألة العشائر، هذا ترتيب. هو هذا السفاح الجولاني الشرع اللي هذا ما عنده أصل، هذا مو سوري عزيزتي، مو سوري يابا. هذا ما معروف بسوريا، لا ما معروف بسوريا. هذا فجأة طلع عنا من الارهاب وسووه. المضحك انا اريد اقول لك هذا جدا مضحك ومخجل. الرئيس السوري وايش مسوين؟ وزير الدفاع هيك عامل، ومحافظ السويداء، كلهم ارهابيين. هؤلاء كلهم سفاحين. شوف المجازر اللي سووها، خطف بنات استاذ يا لطيف، خطف بنات. احنا مو هسه سجلنا بالحلقه، راجعي الحلقه 1925 قبل هذا النقاش، ووضحت أخت من الساحل خطف البنات الحلقة. خطف البنات بشكل استاذ، في خطف بنات بشكل. لا وكل سوق مسوين، سوق بتاع تجارة، حتى يبيعون أعضاء، يبيعوهم يودوهم ما أعرف وين. نعم، يودوهم بأدلب ويبيعوهم ويشتروهم، عاملين معاهم هيك تجارة. وبعدين قسم منهم ما أعرف ينهون حياتهم ويبيعون أعضائهم. شوف الإجرام. أكيد أستاذ، أكيد جرائم حق الإنسانية بشكل مش طبيعي. يعني حتى بسويدة عملوا كثير، بس دخلوا عليها. يعني كثير عملوا يا حرام، وشنعوا ناس. يعني شيوخ كبير يا أستاذ بالعمر قال يحلقوا له الشوارب تبع شيخ. ينعرض فيديوهات هذا. لا، هو هذا الشيخ، مو هؤلاء. أنت الشرع، أنت عار وجماعتك عار، وأنت منحط وجماعتك منحطين، لأن هذا كله بأمره. وهو هذا ياخذ أوامر من أمراء قطر والسعودية وإسرائيل، ملتفين حوله، مساعدات فلوس، تمام، من أجل تقسيم سوريا ومن أجل احتلال سوريا. بس ما جاي تصير. هو هذا اللي يعملها. شوفي اعتقد راحت هي، ممكن هسه تتصل، بس انا استمر وياكم بالحوار. هو هذا اللي يعمله واحد، طلعين فيديوهات رايحين على الابرياء شيخ، وهذا عجيبه يحلق الشارب ماله. يا عار، هذا عار، انت عار وانت جبان بهذا عملك. تروح انت على الضعيف؟ لا، انت روح على اليابانيين وشوف فيلمك شلون شو يسوون بيك. اجت بالله، روح على الانجليز، روح على الامريكان، مو رايح على واحد ضعيف. هذا بس رحتي وجيتي. كنت تحكي على مسألة، كنت تتكلم حول شوف العار اللي هؤلاء عار. انا اقول لك هذا الجولاني اكبر عار. نعم اكبر عار هذا، اكبر عار، لانه يرسل جماعته ويحلق واحد. طلعيه اعتقد عامليها باكثر من شيخ، ويجون يحلقون الشوارب ما اعرف شنو، ويجيبون حديث محمد. نعم. زين، انت رايح على الضعيف، انت روح على اليابانيين وشوف شلون يسوون فيلم مالك، او روح على الامريكان، او روح على الانجليز، مو رايح على
طبعا رايحين على قرى ضعيفة طبعا بريئة. مش قوي، هذا ضعف وجبن، ويعني شو الواحد بيحكي عنه؟ يعني ما في شيء يعني كلام يوصف القذارة تبعتهم استاذ، ما فيك تحكي يعني قد ما حكينا ما رح نوصف القذارة تبعتهم. انت جاي عن شيخ عاجز قاعد عم تتمثل عليه، هاي ما جريء او هاي قوة؟ هاي كل شيطان، هي تصرفات مخجلة، يعني هن لازم يخجلوا من حالهم، لازم يخجلوا من حالهم يعني شو ما بحكي واحد يقدر يعبر استاذ عن القذارة اللي عملوها يعني. بس رغم هيك يعني ما خلنا لهم، يعني لازم نحن دايما نتكاتف انه نقف ضد هيك شخصيات، يعني هيك بشر لازم نفهم عاد، لازم يفهم اهل سوريا. انا بدي اهل سوريا السنة يفهموا انه هذوني جماعة ارهابية بكره بيخلصوا منا بيرجعوا عليهم، يعني لازم يفهموا هذا الشيء. استاذ من فترة يحكي معي رفيقي سني، يقول لي انتم مجرمين اهل السويدة، انتم مجرمين. قلت له نحن مجرمين؟ انتم عم تجوا لعنا وتعتدوا علينا. غريب استاذ، يعني غريب الفكر اللي عندهم، يعني مجرد انه هو عم يقرا بالقرآن تحول لانسان داعش، مش طبيعي يعني. لا مو هذا، انا اقول لك شنو السبب. اسمعين من فضلك، هذا الاعلام يبث بيهم هاي البرمجة على اساس يكفرون الدروز، ورايحين للساحل يكفرون الساحل، والاكراد كفار زين، واوروبا كافره، وامريكا كافره. فهو هذا التطرف الديني، وهذا التطرف الديني، اللعبه الدينيه الماكره هاي بها تخطيط عزيزتنا. هاي مو هسه انتبه وياي، هاي مو الان، هاي مخططين لها وفق مراحل. اي نعم، وفق مراحل، تمام، واستخدام الدين، ويضربون هذا بهذا. شوفي زين، والكمل هذا بالاعلام اللي اني يعني شوفي بالاعلام اللي المضحك الكم الهائل من التزويرات ضدكم، تمام. شيوخكم صح. مثلا شيوخ الدروز عامليهم عملاء اسرائيل، خواني، عملوهم خواني، صحيح زين. وشيوخ الدروز ما يقبلون الهدنه، وشيوخ الدروز وبالمقابل قوات الامن تريد تحرر قوات الارهاب، هاي حتى تريد تروح وتبني صفقات اللي عندهم. صحيح الحكي ايه زين. والاعلام كله اغلب الاعلام هذا الشرقي ممول من امراء السعوديه وامراء قطر، تمام، بارشادات من اسرائيل. منبع الاونوناكي هي القضيه كلها. اكرر، يريدون يجيبون الملك المنتظر ويريد يطبقوها على لبنان، ويريد يطبقوها على العراق، ويريد يطبقوها على مصر بيا اطار، باطار هذا رئيس الدولة والأمن، والجولان يتحرك، وترامب هيك حكى، وهذا هيك صعد، وهذا هيك نزل، والأكراد هيك عملوا، والدروز هيك عملوا، ويزرعون الفتنة. نعم. بس استاذ الدولة العميقة بتوقع والأنوناكي سقطوا، لأنه أنا شفتهم بحلم سقط الملك والملكي وسقط التماثيل والقلعة تبعهم السوداء، فوقتها اجتني رسالة انه سقطوا يعني. هم في سقوط، مو اني شوفي احكي لك. نعم هم طبعا في سقوط، لانه هو كل ما شوفي عزيزتنا انتبهي، هو كل الاعتداء مش مقبول. انت ذاهب على شيخ، تعتدي على شيخ، او تعتدي على اطفال، او تعتدي على نساء، او تعتدي على هؤلاء البسطاء، هذا الاعتداء ينكشف، والاكوان مش فالته، وكائنات كونية إيجابية تراقب وتتدخل، تمام. وهذا نعم، هذا مال الملك المنتظر يفشل فشل كبير جدا. نعم. لأنه الطاقة السلبية ليست طاقة خير. شوفي، والإيجابيين ما يقبلون هكذا على هالوضعية أبدا، ما يقبلون. طبعا كله أكيد عزيزتي، كل التفافات، مكر، غدر، خيانة، تشويه سمع، تمام، تشويه كذب، صحيح، اي تشويه وفبركة، ومسوين مرة أخرى أرجع أقول لك هذا المضحك. أنا من أسمعهم مضحك، مثلا مسميه قوات الأمن، هم إرهابيين. طيب قوات الأمن تعمل مجازر بالسواحل، بس لا، قوات الأمن هذا هو ضابط أمن أو ضابط شرطة يخطف بنات،
او يروح على على هاي؟ ناس بسطاء ويعتدي عليهم، زين، وبأمر منه هو هذا السفاح، عزيزتي هذا سفاح. أكيد أكيد اي، أكيد وبأمر أكيد. منه تصفية الشعب السوري وضرب سني ضد علوي، علوي ضد كذا صحيح، طائفية طائفية، صح، طائفية. شوفي. أستاذ من بالفترة اللي إجا فيها اي هني فاتوا هذون المخربين هذون الدواعش، لبنت على بنت خالي، فكان بده ياخذها، صارت هي تقول له اوف. انه، صارت هي تدعي يعني انه ابتعد عني، له يعني انه ابتعد عني، ما بعرف مين بيهجم داعشي، بس دقيقة، داعشي، داعشي اجى البنت، صرنا داعشي اجى على بيت بنت خالك؟ بنت خالي سرقوا لها البيت وحرقوا لها اياه، قالت انا اخذته كل شيء اتركوني، يعني اوف. فما بعرف مين بيهجم عليها بيساعدها يعني لهي البنت، بس ساعدها بتطلب مني الي ولاختها انه نصلي لها، بس صلينا لها استاذ والله العظيم سمعت صوتك، لا ما بدي اقول والله العظيم لانه عن جد نحن مبرمجين على الكلام، سمعت صوتك صرت تقول انه المضحكين يفرون يهربون، والله يا استاذ قلت الحمد لله، يعني صرت اضحك انا، قلت حتى لهون الاستاذ شلون صوته ببني وقت طلبنا الدعم وهيك. لا فعلا مضحكين. زين انت شفت الفيديوهات اللي عرضوها؟ مضحكين. اقول لك حاجه، ما انت شفت لانه اليوم استاذ اجت الكهرباء، يعني قلنا الكهرباء لها 12 يوم مقطوعه، اليوم اجت وقدرنا تنفسنا يعني، عبينا مي، يعني استاذ غريب غريب اللي صار فينا، رجعنا للعصر الحجري. انت بس اقول لك، انت شفت الفيديوهات بالدروز ماسكين ارهابيين اللي هم يدعون يعني هم ارهابيين على اساس من الجيش ومن الهيئه ماسكيهم، فيعترفون، يقول لك اجاهم امر ان يمحوا شعب الدروز. شاهدتي هاي الفيديوهات؟ هاي موجوده باليوتيوب، يعني قابضين على واحد ارهابي داعشي هو ويعطوه، يعني قالوا له انت شنو المهمه مالتك؟ فدازين يقول بأمر من القيادات العليا انه ندمر ونعتدي ونخرب هذا السويداء يا لطيف. بأمر. انت ما شفتي هذا الفيديو؟ ما شفته، لا انا بقول لك اليوم اجى النت عندي فبدي اشوف بعد فتره، يعني بدي احضرن شوي شوي. زين. اكيد 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 جايين امر يعني غريب يعني. لا انعرض لا معروضه باليوتيوب، معروضه وبالفيسبوك، انا دزوليا حقيقه. زين، ويعني هم يعترفون. ايه شوفي. نعم اكيد بدهم يعترفوا، اكيد. بس استاذ بهاي الفترة حسيت الكون، الشجر، الحيوان كلها واقفة معنا، يعني غريب استاذ. انت بقيت 12 يوم بدون حتى شلون يعني، والطعام والهذا ماكو كهرباء 12 يوم عندك؟ هلا يا استاذ ما في كهرباء ابدا. ايه؟ ابدا ابدا، وما في نت حتى يعني. طعام بلا نحن يعني يمكن في شغله فيهم اهل القرى، ايه؟ بمون كثير، بيعملوا موني كثير يعني، فحتى الموني ما خلصت عنا الحمد لله، انه بعد عنا برغم اجى ناس لعنا كثير وهيك، بس الحمد لله ظلت الموني بعد في عنا يعني. والحلو بالموضوع هون انه الناس مثلا تروح على المحلات، صاحب المحل يقول لهم هذا وزعوه مجاني على روح فلان او كذا هيك، فتتوزعت كثير يعني، صار في مساعدات كثير. بالنسبه انه ما حدا جاء، ما حدا استاذ، ما حدا يعني، الحمد لله يعني. اقول لك شيء، الان بالسويداء ممكن تنقلي لي الصوره اكثر، يعني انقلي لي الصوره حتى يتعرف الناس. الان ما فيه ارهابيين دواعش داخل السويداء، مش موجودين. لا باعد في، لا كل الناس اللي كانت بالقرى ومختبية بالمدن كلها رجعت على بيوتها، بس يعني في ناس يا حرام خسرت بيوتها، تهدمت بيوتها، في لا ناس الدواعش فين الان؟ ما موجودين الان بمدن السويداء. لا هلا الدواعش مش موجودين. ايه؟ اللي موجود خلايا البدو عم يتخبوا، ما بعرف كيف عم يتخبوا، وفجأة بيجمعوا حالهم وبيطلعوا يهربوا. اما دواعش هلا حاليا بنصف السويداء وحول السويداء ما في. فين اذا متواجدين؟ فين موجودين الدواعش الان بالسويداء يعني قصدك انت؟ بيتخبوا استاذ، يعني بيتخبوا، ما بعرف كيف يتخبوا، كيف بيرسلوا لبعضهم اشارات وكيف كذا، ما بعرف. طيب ايش اللي صار يعني؟ هل هناك هدنة جديدة مثلا؟ شنو اللي صار؟
هلق أنا ما قلت لك ما كان عندي نت فما بعرف شيء وما حدا عارف شيء، يعني اسأل أي حدا بقول لك ما عارفين شيء يعني. صح صح، اي فاهمش أي جدا، ما حدا اي. ما حدا فهمان شيء يعني شو اللي صار وشو. اي، هي حتى مسألة الهدنة، شوفوا شعب الدروز، شوفوا هاي الهدنة والإعلام شلون يضلل انه شعب الدروز يسوي الهدنة، والإرهابيين الدواعش بقيادة الجولاني الإرهابي يكسروها ويهجمون، والدروز يسوون هدنة صح أخرى بتاع سلام، لأن هذا الدرز يريد يرتاح، ها، صح يسوي صح هدنة. أستاذ، بدها ترتاح الشباب. ايه، يعني كثير عم يسألوني شباب بنص المعركة إنه إمتى بدها تخلص؟ قل لهم والله ما بعرف، بس إنه أنتم اطمنوا كل الأمور بخير والكون معنا يعني نحن عم نصلي وندعي لأجلنا ولأجل السويدة وهيك. فيعني حتى الشباب تعبت أستاذ، في تعب يعني. يعني أنا خيي يضلوا يا أستاذ 3 أيام ما نعرفش وينه. شلون بنت أخوك خالي الآن؟ نفس أخوك الشيء. شلون أخوك؟ يعني خيي بالبداية وقت إن الهجري قال إنه ما عادش تحاربوا سلموا سلاحكم، كان بحالة يأس مطلقة أستاذ يعني. ايه، يعني كثير كان يعني متأثر. وقت رجعوا قالوا رجعوا لسلاحكم والكل يدافع، فارتدت فيهم الروح يعني. رجعوا ارتاحوا، رجعوا قالوا إنه يعني الواحد يموت بشرف ولا يسمح لهيك أنذال ايه. أنجاس إنه يلطخوا بشغلة أو يدنس عزيزتي، بيتهم هؤلاء عار أو هيك. على، لا، عار على كل الشرق. انتبهي، عار على كل الشرق بالعمايل اللي يعملوها، مو فقط عليكم. عار، هذا عار، هذا عار، هذا اللي يعمله، ها، الا الجبان يعمله هذا. شوفي. طبعا 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 شبان. ما بقول لك ما في كلام يوصفه استاذ. ابدا حتى في ابدا. إلي رفيق. ايه. إلي رفيق استاذ هو بطل اسيا بكمال الاجسام. كان عنده سيارة وعنده محلات، سكروا له محلاته وسرقوا له سيارته. شوف بس شوف شوف ترك شوف شوف. لسيارته اخذوا له اياها وسرقوا له هي، وإس عم بهددوه بحياته. اه فقال لي صلي لنا، قلت له اكيد انت بصليتنا يعني، رح اطلب من الاستاذ شلون انه يصلي لاجلنا لاجلك وهيك. ف شوفي، يعني شيء يعني شو الواحد بده يحكي يعني. بحجة الكفار، يعني بالكفار روح اسرق. وهذا يعني هذا ايه. قدوي. انا بتوقع انه هيك شخص هو قدوي، هو شيء كثير حلو يعني، شيء كثير لطيف يعني انه يكون ببلدنا هيك قصص يعني. شنو، منو قدوة فتصور يعني قصدش؟ ما فهمت شنو قصدش قدوة؟ مين انه هو قدوة؟ هذا الشخص بطل اسيا بالكمال الاجسام يعني، اي يعني رياضي، اي مشهور طبعا، يعني. اي هيك يعملون فكيف بحال. كيف يسمحوا لحالهم انه يأذوا هيك انسان مثلا. انسان مثقف، انسان متحضر، رياضي، رايحين على جدا الرياضي. يا استاذ. ايه لا رايحين هي. لعنده عم بيهددوه بحياته، بدهم يقتلوه، بدهم. اي، شوفي بحجة الكفار وين ما يروحون رايحين على بحجة انه الساحل. هو علوي كافر صحيح. لا، مو هي هاي لعبة، هي هاي اللعبة انه هو شو مسوي؟ يستخدم، شوفي اللعبة القذرة بتاع المنحطين، يستخدم الدين، تمام، ويستخدم القرآن، ويستخدم أحاديث محمد، زين، وطب على الناس، تمام، واغزوهم، وهذا الجهاد والجنة والحوريات. فهي هاي اللعبة جاي يطبقوها ضمن، ضمن ماذا؟ ضمن الإرشاء والمال، تمام، وإسرائيل والدولة العميقة وأمراء الخليج، هم كلهم جاي يلعبوها بهالاتجاه، استخدام الدين حتى يجيبون هذا الملك الأعوج. راحت أختنا، تدرون، انقطع الاتصال معها. الكون العظيم على العموم، الكون العظيم يبارك شعب الدروز، يبارك شعب السويداء، الكون العظيم يبارك شعب سوريا، الكون العظيم يبارك شعوب الأرض، شعوب الشرق الأوسط، والكون العظيم أيضا يبارك، هذه أختنا ممكن راح تسمع الحلقة، الكون يملأك يا عزيزتنا بالسلام الأبدي ويحفظ شعب الدروز. اتصلت معاي مرة أخرى. جاي تجي أعتقد، ما أعرف.
ننتظرها. نستمر شبابنا. نستمر بالصلاة. الكون العظيم يبارك شعب الدروز. الكون العظيم يبارك الشعب السوري. كل سوري هو أخ للسوري، ويجب أن يعرف أن هاي كلها لزرع الفتنة ولزرع التطرف. جاي تأتينا شبابنا. دقيقة والله. ها عزيزتي وياي تسمعينه؟ اجت اعتقد. نعم. ها تسمعيني؟ اي نصلي انا وياكي. يلا نصلي. تسمعيني هالسلام؟ وياي تسمعيني؟ ما أعرف. ما تسمع نعم أستاذ. صوتي يوصل لك لو ما يوصل لك الآن؟ نعم أكيد. الكون العظيم يبارك الشعب السوري. الكون العظيم يبارك شعب الدروز. الكون العظيم يحفظ شعب الدروز. الكون العظيم يحفظ كل عائلة بالسويداء، كل بيت، كل رجل، كل امرأة، كل طفل. يا زعماء وزعيمات الأكوان بأسمائكم العظيمة المباركة المقدسة. يا زعماء وزعيمات الأكوان بأسمائكم المباركة المقدسة، نطلب منكم أنكم تنقذون هذه الأرواح البريئة، شعب الدروز السويداء، تنقذون الشعب السوري. يا زعماء وزعيمات الأكوان بأسمائكم العظيمة، يا قوى الخير الكونية، نطلب منكم أنكم تتدخلون بتحرير سوريا من هذا الإرهاب ومن الشيطان. معك يا أستاذ. سمعتك. ونعلن التحرر الأبدي. صوتك واضح كثير. ونعلن التحرر الأبدي، ونعلن السلام الأبدي في كل بيت سوري، في كل قرية سورية، في كل مدينة سورية، في كل شارع سوري. تستلم سوريا حب الأكوان. ضوء الأكوان يغطي الشعب السوري. ضوء الأكوان يغطي الأرض السورية، وتتدخل كائنات كونية، ويتدخل الكون، وتتدخل قوى الخير الكونية في حماية شعب الدروز، حماية السوريين، حماية أي إنسان بسوريا. ويمتلئ كل إنسان سوري بمعرفة الحقائق أن هذا تضليل وهذه فتنة للتقسيم. يمتلئ كل إنسان سوري بفهم ما يجري، ويتحرر ويحب أخيه السوري الآخر، بغض النظر كان سني، شيعي، علوي، كردي، درزي، الكل أخوة. ونحن كلنا البشر في الأرض، نحن كلنا أخوة. تجمعنا روح الكون، روح المحبة، وروح السلام الأبدي. الكون العظيم يبارككم شبابنا. الكون العظيم يملأكم بالسلام وبالخير الأبدي أينما أنتم تكونون. تقبلوا تحياتي.